السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ودائما بصحة جيدة ان شاء الله وديما مزيانين والحمد لله. اليوم كيف ما كتشاهدوا غادي نحضر معكم بغرير، ولكن اول مرة كنحضروا بهذه الطريقة هذه. انا كيف ما متعودة كان ندير البغرير بسميدة رقيقة، ولكن هذه المرة اول مرة غادي نجربه بالفينو او الدقيق الاصفر الممتاز. يعني دقيق حرش ولكن ماشي بحال السميده، رقيق رقيق بزاف. اول مره غادي نجربو به وشوف كيفاش جا زوين، زوين زوين بزاف. انا حطيت لكم النتيجه قبل ما نعطيكم الطريقه. جات غزاله والله العظيم، ما تشبعوش منه الصراحه. جا رطب 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 ومثقب ومخرج بحال شي شهده، والله العظيم جا زوين. و وصراحة أول مرة كنجربو ونجحت معايا الوصفة، زوين بزاف. غير جربوه ما تخافوش منه. ايوا نبداو على بركة الله. أول حاجة غندير 4 الكيسان ديال الماء. أي كاس تقدروا تعبروا به، غير هو الكاس اللي عبرتوا به الماء عبروا به الطحين. درتو كاس العنبة، درتو كاس صغر من ديال العنبة، درتو كبر منه. المهم نتوما على حسب الكمية اللي بغيتو ديروا في الدار ديال البغرير والكاس اللي درتو اللي كان. المهم يكون داك الكاس باش عبرتو تعبروا به كلشي، ماشي آه، كاس تعبروا به الماء والاخر تعبروا به الطحين. المهم ما علينا. دابا درنا 4 الكيسان ديال الماء، يكون دافي ما يكونش بارد وما يكونش سخون عاوتاني، يكون غير دافي. وغنزيدو عليه واحد المعلقه صغيره ديال الملحه اولا نص معلقه. المهم الملحه على حسب الذوق، انا درت غير واحد نص معلقه صغيره. ومعلقه صغيره عامره ديال خميره الخبز. كيف ما كتشاهدوا معايا السر باش يجينا الفينو في البغرير ما قاصحش وما مفرتتش. على حقاش كما كتعرفوا الا درتو الفينو بوحدو لا في الخبز ولا في اي حاجه كيتفرتت، غير كيبرد كيبدا يتفرتت. السر هو انني زدت معاه واحد الكاس ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس. هذاك هو اللي كيخليه متماسك وشاد في راسو وما كيتفرتتش ما كيبسش ما كيقصاحش. المهم كاس ديال الطحين الابيض او الفورس زائد 3 الكيسان ديال الدقيق الاصفر اللي هو الفينو او الدقيق الممتاز. 3 الكيسان نفس العبار. حنا ضفنا الكاس الاول ديال الفورس وضفنا الكاس الثاني ديال الفينو، ها هو الكاس الثالث. وغادي نضيفو الكاس الرابع هو الكاس الرابع اللي هو الكاس الاول فورس واحد الكاس ديال الفورس وثلاثة الكيسان ديال الفينو، المجموع 4 الكيسان. غنخلطو مزيان، غنبقاو نطربو في هذاك الخليط حتى يتجانس ويتماسك. الماء على حسب النوعيه ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي لا. المهم نتوما في البدايه كبدايه غديروا 4 الكيسان ديال الماء و4 الكيسان ديال الطحين. جاكم قاصح زيدوا ديروا عمرو كاس الماء ولا نص كاس وبقاو زيدوا بشويه بشويه حتى كتوصلوا للقوام اللي نتوما بغيتوه، اللي هو القوام المناسب ديال البغرير. وغادي نزيدوا 2 خمارات حمرين. قبل ما نزيدوا الخمارات الحمرين كنطربوا الخليط مزيان حتى كيبانوا لنا دوك الفقاعات، عاد كنزيدوا الخميره كنطربوا عاوتاني شويه حتى كيبانوا لنا الفقاعات وكنحبسوا. من بعد كنخلوه الا كان سخون الحال تقدروا طيبوه مباشره نيشان، طيبوه ما تحطوش. كان برد الحال بحال دابا كتخليه واحد 8 دقائق 10 دقائق غير بين ما وجدتوا المقله ديالكم وحطيتوا البلاصه فين غتبقاو تحطوا البغرير يبرد صافي. وغتبداي طيبيه 10 دقائق، غتغطيه بشي زيف
وغادي تخليه. المهم هذا هو الخليط ديالنا، وها حنا بدينا كنطيبو. كتجي البغريره الله يبارك زوينه ومثقبه وبحال الشهده. خاص غير تكون المقله من نوعيه جيده، يعني ما كتلصقش. انا راه ما كندهن المقله والو، ديريكت فوق العافيه، وما كنبردها ما حتى شي حاجه. كاين اللي فين ما يطيب شي بغريره كيبردها، كيحطها تحت الروبيني حتى كتبرد عاد لا، انا ما ديريكتومون ما كندير ليها حتى شي حاجه، ما كندهنها ما كنبردها ما والو. كندير المقله حتى كتسخن، كنبدا كنطيب بغريره مورا بغريره، ما كتلصق ليا ما حتى شي حاجه، ما كنمسح المقله ما والو، عادي جدا. نتوما شوفوا كيفاش كيتثقب. والله العظيم الكاميرا ما عطياش حقه الصراحه، ما كيبانش على حقيقته كيف ما في الواقع. شوف تبارك الله كيفاش كتبان. جربوا بالفينو، اللي ما مولفش يديروا بالفينو غير زعمو ديروه، الصراحه راه كيجي زوين. حتى بالسميده كيجي زوين، ولكن انا عمرني ما جربته بالفينو، وقلت علاش لا ما نديرو هذه المره. والصراحه نتيجه مرضيه، ما ما خيبنيش الصراحه. شوف تبارك الله. قوة ما هو مخرج وزوين. طولت معكم الفيديو، كندير وحده مورا وحده، ما بغيتش نقطع التصوير ما سخيتش نقطعه. المهم على ما اظن هذه هي اخر وحده اللي غنشارك معكم، على حقاش كندير الصوت على من بعد ما سالينا وكلينا عاد كندير الصوت. المهم هذا هو البغرير ديال الفينو، وهذه هي طريقتي، وهذه هي النتيجه. راه وريتكم المقادير والطريقه والنتيجه في نفس الوقت، جا زوين غزال. اللي بغى يجربوا فينو غير يزعم، راه ما تخافوا منه حتى شي حاجه. وكنتمنى اللي يتبع معايا الفيديو حتى لهنا ما يبخلش عليا بلايك، واشتركوا في القناه، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنسونيش بشي كومنتير زوين مشجع ومحفز، اللي يخليني نتشجع وندير ندير معكم فيديوهات جداد. وهذا مكان، ونتمنى يعجبكم الفيديو، وفين ما نحط شي فيديو تفرجوا فيه شكرا لكم بزاف، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع الف 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 سلامه.